20 شخصا إلى مستعجلات تنغير، حيث شهد المدخل الشرقي لمدينة تنغير عشية يوم أمس الخميس 23 نوفمبر الجاري وقوع واحد الحادثة ديال السير، وذلك إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ورزازات في اتجاه عاصمة جهة درعا في ليلة الرشيدية. وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن هذا الحادث السالف الذكر الذي وقع بالقرب من وادي أفتيس أفانور قد أسفر عن إصابة حوالي 24 شخصا نقلوا على إثرها نحو قسم المستعجلات التابع للمستشفى الإقليمي لتنغير قصد إخضاعهم للفحوصات والعلاجات الضرورية. وكيقولوا على أن الحالة ديالهم مستقرة نوعا ما، مع العلم أنه فاش دخلوا أو 4 منهم بالضبط من دوك 24 حالتهم حرجة، نسأل الله أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. أما بالنسبة ل20 شخص فحالتهم مستقرة وغادروا المستشفى في الحال، لكن دوك 4 ديال الأشخاص حالتهم ما كتطمنش، ولكن لحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد، أطال الله في أعمارهم جميعا وحفظهم الله. عموما شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب الاستماع، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.